لو انت ماشي او كنت ماشي او حتى ماشي او انت ماشي، لو انت واقف او كنت قاعد او حتى قاعد او انت واقف، سماها مصدق اتهزت في الارض ترج جبال. شايف تمثيل بتنط الحبل والفيل يركبها جمال. كانت فضاء بتغزو الارض ما هو احتلاله علينا فرق. الارض بتهبط خلق بتهرب، هو في وسط الزحمه بيضرب تحت لتحت قلبها فحم. تعالوا مصفح تعقيد بحت، هجدان ده ولا عقل؟ لا ده العقل رفض العقل. مستر هارون عقل مجنون نزل على الكوكب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أحمد هارون. رجعت لكم تاني بعد الحمد لله رب العالمين عملت عملية. فبشكر كل واحد سأل عليا، كلمني، اتصل بيا في التليفون. بجد أنا من غيركم ولا حاجة. متشكر جدا لكل الناس، قرايبي، صحابي، أهلي، ناسي، زمايلي في الشغل. بشكركم جدا جدا جدا. ونبدأ موضوع الحلقة بتاعت النهاردة. اعذروني أنا ممكن أكون مش هيبقى فيه انفعال شوية، بس لازم الحلقه بتاعتي تبقى قويه زي كل مره. اكيد في مواضيع ان احنا ما ينفعش نتكلم عليها وبتبقى خط احمر خط احمر خط احمر مال. اللي في الغالب المواضيع دي اصلا احنا لو اتكلمنا فيها مش هنبقى قاعدين، يعني هنبقى واقفين، يعني البوزيشن بتاعنا هيبقى مختلف. فاحنا مش عايزين نتكلم فيها خالص ولا حتى نلمح بيها. المواضيع في السوشيال ميديا دلوقتي بقت دسمه وفيها حاجات كتير جدا، خاصه ان في موضوع قبل كده انا كنت اتكلمت فيه قبل كده وهتكلم فيه تاني. الأستاذة شروق عبد العزيز الجميلة المحترمة الأمورة اللذيذة اللي دمها خفيف العسولة، اللي يعني بصراحة أنا يعني مفيش أي اعتراض خالص إن في واحدة جميلة دمها خفيف مهذبة تطلع تبقى كوميديان، مفيش أي مشكلة بالنسبة لي كده. لكن أنا في فيديو قبل كده أنا اتكلمت عنها لأنها يعني تدخلت في الدين عندنا وقعدت تقول المحجبة والمحترمة ومش المؤدبة ومش عارف إيه. النهاردة اتمسكت في قضية دعارة. والله دعارة. وطبعا على فكره مش من الناس اللي بحب مثلا ايه بتفرح في المصيبه وبتاع وكده، لا اللهم لا شماتة، يعني احنا ما بنفرحش في مصيبه حد. بس القصه اللي احنا جايين نتكلم فيها دلوقتي، حضرتك اتريقتي على المحجبات وقعدت تقولي عليهم مش عارف ايه، وقعدت تتريقي على المنقبات وقعدت تقولي مش عارف فيهم ايه. طيب يعني اللي بيته ازاز ما يحدفش الناس بالطوب. البس نقاب وان انا اروح جايه لابسه جلباب وان انا اعمل، صدقوني انا ممكن اكون احسن من مليون واحده لابسه نقاب. هيك بقى طبعا عن قله الادب اللي كانت يعني عماله بتسخف فيها وعماله بتشتم الناس وعماله بتعمل وعماله ما تساوي. هيتر ميك مي فيمس. اوكي هيتر ميك مي فيمس، هي الجمله دي صح، يعني هيتر ميك مي فيمس وميك كل الناس فيمس. بس في الاول وفي الاخر برضه انا لازم ابقى مؤدب. عيب عيب عيب. وافتكرت ربنا دلوقتي، يا رب اني مساني الضر. طيب يعني ما افتكرتوش قبل كده ليه وانت عماله بتشتمي الناس والمحصنات والناس اللي في الشارع كده؟ يعني عيب يا شوشو، عيب. طبعا هي مشجعه نادي الزمالك وقعدت تشتم في مشجعين الاهلي كتير، وده ما يخصناش في حاجه. احنا والزملكاويه حبايبنا كلنا زي الفل، واحنا بنحب الزملكاويه جدا وبنموت فيهم، وعشان كده عايزكم تتفرجوا على الفيديو ده للزملكاويه مخصوص. بشكركم جدا ويا ريت تعملوا سبسكرايب للقناه. اتفرجوا على الفيديو ده.